السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الجلاش بالجبنة. هعمله بطريقة جميلة جدا وهتشرفك ان شاء الله في العزومات. هيعجبك ان شاء الله وهيكون مورق جدا ومقرمش وطري في نفس الوقت من جوه. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو. اول حاجة هعملها معايا هنا لفة من الجلاش، دي وزنها نص كيلو، وهجيبها كده واحطها في فوطة علشان ما ينشفش. الجلاش من الحاجات اللي ما بتستحملش الهواء، بينشف بسرعة جدا، فحاول كده احطه بين فوطة واخد منه واغطيه تاني علشان ما ينشفش معايا، يفضل طري زي ما هو. وهجيب معايا صينية كبيرة ومعايا نص كوباية من الزبدة، مسيحاها بس مدوباها كده. هبدأ ادهن الصينية كويس قوي بالزبدة. لو الصينية ألمونيوم هتدهنيها كويس قوي بالزبدة، وممكن تعمليها برضو في صينية تيفال. المقاس ده اكبر صينية في المقاس بتاع الصواني اللي هي المستطيلة. انا هبدأ اخد ورقتين ورقتين، مش هعمل ورقة ورقة علشان ما يكونش طعمه تقيل والزبدة فيه كتيرة جدا. انا هعمل ورقتين ورقتين. اللفة دي معايا حوالي 16 ورقة. هبدأ كده اخد بالفرشة كمية كده بسيطة وادهنها. ما تحاوليش تعملي بالمعلقة، المعلقة هتخليكي تاخدي كمية كبيرة قوي من الزبدة، مش هتتوزع كويس. بعد كده هحط تاني طبقة، ابدأ افردها كويس، وبعد كده برضو احط لها الزبدة واوزعها كويس زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. احط ورقتين ورقتين لحد ما اوصل لنص لفة الجلاش، يعني حوالي 8 ورقات. وممكن نستبدل الزبدة بالسمنة حسب المتوفر والمتاح. تمام كده، انا هنا وصلت خلاص لنص لفة الجلاش. هديها برضو مسحة خفيفة كده من الزبدة. وبعد كده معايا طماطم متقطعة، ومعايا فلفل رومي، زيتون شرايح، ومعايا فلفل الوان ده انا كنت مفرزاه. معايا بقى جبنة رومي، ومعايا جبنة موتزاريلا، تقدري تحط اي نوع جبن بس الجبنة الموتزاريلا اساسي. هدي رشة كده من الجبنة الرومي، اوزعها كويس. وبعد كده برضه هحط رشة كده من الجبنة الموتزاريلا. وبعد كده بقى هنزل بالخضار، هوزع الطماطم كويس والفلفل الالوان. حاولي توزعيهم كويس عشان الالوان بتاعته تبقى كده شكلها جميل، وممكن تضيفي اي نوع خضار تحبيه، بس الفلفل بصراحة بيديها طعم مميز جدا. وممكن تحطي فلفل حامي حسب الرغبة. بالنسبة للفلفل الالوان بتطلعيه قبل ما تستخدميه على طول عشان تحطيه وهو متلج، ما ينفعش تسيبيه يفك، لو فك هيبوظ منك. وهنبدأ كمان نحط الزيتون الشرايح. تمام. بعد ما خلصت الخضار بقى هحط رشة تاني كمان من الجبنة، هبدأ اوزعها كده الجبنة تاني. وهحط برضو جبنة موتزاريلا، تقدري تضيفي جبنة مثلثات او اي نوع جبن انت حابة تضيفيه. بعد ما خلصت بقى هبدأ احط باقي لفة الجلاش، برضو هنزل بيها طبقات. حاولي تحطي الطبقات لو في طبقات متقطعة تحطيها من جوه. اهم حاجة اللي فوق واللي تحت يكونوا مظبوطين معاكي. يعني في الحشو اي حاجة من في النص متكسرة متقطعة حاولي تحطيها في النص، كده كده مش هيجرالها حاجة ومش هتبان. هرصهم برضو بنفس الطريقة، ورقتين ورقتين، وبين كل ورقتين هديها مسحة كده بالفرشة بالزبدة. هكمل باقي الطبقات بنفس الطريقة. انا كده خلاص وصلت لاخر طبقة من الجلاش، ودي لازم تدهن دهنة حلوة قوي كده من الزبدة.
هبدأ بقى اشبع الحروف نفسها. بعد كده هجيب معايا بيضة واحدة بس، هضربها كده كويس عشان لما بحطها في اللبن ما بعرفش اضربها كويس. هحطها على كوباية كبيرة كده من اللبن، وهبدأ ادوبها كويس قوي مع اللبن. وبعدين هضيف رشة بسيطة خالص من الفلفل الاسود عشان زفرت البيض. هقلبها كويس وبعدين هنزل بيها على الصينية بتاعتي. ما تقلقيش خالص، مش هيعجن منك. بعد ما ضفت اللبن هبدأ بقى اسيبها كده تتشرب مع نفسها حوالي 10 دقايق بس. همسكها كده اميلها من على الاطراف علشان اللبن يوصل لتحت، يتغلغل كده جوه طبقات الجلاش واحدة واحدة كده. مش بتاخد وقت خالص، هتتشرب في ثواني. بعد ما اتشربت معايا كده هبدأ اديها رشة بسيطة خالص من فوق بالزبدة عشان تاخد لون حلو قوي معايا من فوق. انا بصراحة ما بحبش اقطعها قبل ما ادخلها الفرن عشان الجبن ما تخرجش منها وتسيح بره، زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بعد كده هدخلها الفرن على درجة حرارة 200 على شبكة الفرن تكون قريبة من الأرضية. وأول ما تاخد لون أحمر فاتح كده من تحت هبدأ أشغل عليها الشواية عشان تاخد اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده أول ما أخرجها كده وهي سخنة هبدأ كده أقفلها بورق من السيلفر أو ورق زبدة، أو تحط عليها صينية أو ممكن فوطة، المهم علشان الوش بتاعها يطرى معايا. بعد كده هبدأ بقى بعد ما عدى حوالي 10 دقايق هفتح عليها كده زي ما انتوا شايفين حاجة كده ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده طرية معايا ما شاء الله. هبدأ كده بس اعمل اسلك الحروف بتاعتها، هي هتكون لازقة بس شوية من على الاحراف عشان هي صينية ألمونيوم. حاجة كده ما شاء الله، هتحسي انك بتاكلي فطير مش جلاش. هبدأ كده بقى اجيب المقص بتاعي وابدأ اقطعها، هتكون سهلة معاكي جدا. هي لسه مقرمشة معايا عشان انا استعجلت عليها وفكتها، بس ممكن تغطيها فترة اطول من كده. بس كانت جميلة جدا حقيقي. مش هقول جلاش، ده اكن باكل فطير. جميل جدا ومورق زي ما انتوا شايفين حاجة كده ما شاء الله. طبقات الجلاش مورقة كلها، وطعمه مش تقيل والزبدة فيه خفيفة جدا وجميل زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. يلا جربي لي ولادك وقولي لي بقى رأيك ايه في الكومنتات، وبألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي بألف خير، مع السلامة.